الصراحه بقى يا جماعه انا مش قادر استنى، والله ما قادر استنى. هتشل خلاص من جوايا بسبب لعيب معين. هو انا لو شتمت في لعيب معين عادي، النبي عادي، هيحصل ايه؟ يعني من امبارح بالليل وهو حارقني وانا ماسك نفسي وعمال اقول ايه، بس لا لازم اطلع اول ما اصحى من النوم اطلع اقول فيه كلمتين وصباح الفل. عشان انا لو جيت اعمل الحلقه بتاعتي غالبا هنساه، لان الجوله اوريدي خلصت طبعا. الله يعني اللي انا بتكلم عليه هو فارتز بتاع ليفربول، اللعيب العاق، الابن العاق اللي ما شافش ربايه في حياته بشيلين. من اول ما شفته وانا كلامي عليه واضح ان هو لعيب مش فانتزي، لعيب مش بتاع نقط. وفعلا ده مش الماني يا جماعه، شكرا اسمعوا مني، ده فلبيني وضارب شهاده وعامل شويه ورق حلوين، فاهم، وداخل على اساس ان هو الماني. بس اسمعوا مني، ده مش الماني استحاله، ده كلب، ده معوق، ده ما بيعملش اي حاجه يا جدعان. ده لو شفت احصائياته في الماتش هتلاقيه ضايع، مش موجود، اقل احصائيات. كل اللعيبه جابت اجوان، العيل اللي عنده 16 سنه نزل جاب اجوان يوري عادي. الدنيا كلها جميله، اشمعنى انت يا حبيبي مالك؟ مالك ضايع ليه؟ نازل حاسس ان انت ضايع في الملعب ليه؟ مالك يا عم؟ يلا 60 خرار، حاجه تحرق الدم والله. تاني حاجه عايز اتكلم عليها هو ابو مكه حبيب قلبي. مالك يا ابو مكه؟ فيك ايه؟ مالك؟ احكي لنا، قول لنا ظروفك يا عم، عادي، ايه المشكله؟ يا رب الرساله دي توصل لك يا محمد يا صلاح. مالك؟ قول قول، ما تخبيش. من اول الدوري وانت كده، ايه المشكله؟ ان انا مش شايفك حتى بتحاول يا محمد صلاح. انت بتيجي في اخر الماتش هوبا خلاص الماتش بيخلص تقوم عامل حاجه. ماشي يا عم، كتر خيرك، شكرا، بس احنا جايبينك ب 14.5 مليون. يعني انت لازم تجيب لنا شويه نقط حلوين، يا اما انا معلش جاكبه بنص سعرك وبيجيب وجاب اكتر منك، اتيكيتي جايب اكتر منك. طب ما انا ممكن اكفر بدالك، ده انا ما بقدرش اخرجك من تشكيلتي، هخرجك يا ابو صلاح بدماغك بقى يا ابو مكه. وانا كنت طالع بس عشان اقول الكلمتين دول واقول لفيرتز يعني حبيب قلبي، اخرج بره حياتي، اخرج بره تشكيلتي، مش عايز اشوفك نهائي في حياتي ولا في التشكيله، مش عايز اشوفك قدام عينيا. ده اخر كلام عندك، تحذير، انا بحذرك يا فيرتز، لو شفتك في الملعب تاني انت مش عارف ايه اللي هيحصل. يلا السلام عليكم. ده ممكن يا معلم خيرك سابق. تشكر. ها؟ طريق السلام انت. سلام.